كلام كتير الفترة اللي فاتت ان النادي الاهلي ممكن ياخد حد من نادي الزمالك، بعض اللعيبة اللي عقودها تنتهي مع نادي الزمالك وقربت خلاص ان هي تخلص، ان الاهلي ممكن ياخدهم. الكلام بالتحديد على حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك اللي عقده خلاص باقي فيه بتتكلم سنة ونص. يعني حسام عبد المجيد من حقه يناير الجاي يمضي لأي نادي، يناير الجاي ده حسام يمضي لأي نادي. طيب انا هقول اهو يعني ايه، هديك معلومات مؤكده بنسبه 100%. الحمد لله. اي سؤال حد بيساله، طيب هو حسام عبد المجيد ممكن يروح النادي الاهلي؟ بشكل واضح، بشكل واضح حسام عبد المجيد مش هيلعب في اي نادي في مصر الا للزمالك. مش دي مش رايي ولا حاجه، لا انا بقول لك معلومه خاصه بحسام عبد المجيد. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللاعب لو هيرحل من نادي الزمالك هو بالنسبه له عايز يطلع للاحتراف الاوروبي. يعني بالنسبه له هطلع من الزمالك عايز يطلع بره. حسام عبد المجيد فكره الاحتراف بالنسبه له هدف اساسي. وانا الحقيقه تواصلت واتكلمت مع اكتر من حد جوه نادي الزمالك. الناس اشادت جدا جدا باحترافيه حسام عبد المجيد، وان الراجل بيطور من مستواه دايما، وان الراجل فعلا بيقول ان هو عارف انت لو بيجهز نفسه من دلوقتي للاحتراف، بيجهز نفسه دلوقتي وبيحاول يأسس نفسه يطلع للاحتراف الأوروبي. فحسام عبد المجيد، هل الأهلي فاوض حسام عبد المجيد أو هقول لك على حاجة، حسام عبد المجيد بالنسبة له عقد يخلص فهيروح يمضي في النادي الأهلي؟ لا، ولا هيلعب في النادي الأهلي ولا هيلعب في نادي بيراميدز. حسام عبد المجيد لو مفيش عرض للاحتراف الأوروبي، حسام بيكمل مع نادي الزمالك بشكل طبيعي جدا. وعلى فكره الزمالك فاتح خط مفاوضات مع حسام وعايز حسام يجدد، والزمالك ما عندوش مشكله، جدد يا حسام واحنا لو جاي اي عرض ما عندناش مشكله تطلع للاحتراف الاوروبي. يناير اللي فات ده الزمالك كان بلغ حسام هات عرض واحنا ما عندناش مشكله. فعلا جه بعض العروض لكن ما كانتش اللي هي الايه، يعني مش انديه قويه. فكان في اتفاق وتفاهم متبادل ما بين الزمالك وما بين حسام عبد المجيد، خلاص انت تكمل مع الفريق لحد نهايه الموسم. واللاعب كان متقبل ده ومفيش اي مشكله خالص. يعني مش اللي الزمالك جه عرض واللاعب كان عايز يمشي وضغط والزمالك رفض، لا هو نفسه اللاعب كان متفاهم ان العروض مش قويه. فحسام ما عندوش مشكله يجدد مع نادي الزمالك ومنفتح للتجديد مع نادي الزمالك. والزمالك ما عندوش مشكله كمان ان انت يا حسام تطلع للاحتراف الاوروبي وتاخد تجربه الاحتراف. فعشان اقفل لك بس الباب ده، اقفل لك الباب ده عشان هتسمع الفتره اللي فاتت وكل ما شهر بيعدي وعقد حسام عبد المجيد بيقرب يخلص مع نادي الزمالك هتلاقي الناس بتقول لك حسام والاهلي وبيراميدز. لا، حسام تاني، حسام عبد المجيد لن يلعب في اي نادي في مصر الا للزمالك. ليه؟ لان اللاعب عايز يطلع للاحتراف. وخلي بالك حسام رايح مع منتخب مصر بطولة كاس العالم، وهيبقى موجود مع منتخب مصر في بطولة كاس العالم. وطبعا اللعيب لو راح ولعب وتألق بالنسبة له احلى مشهد وافضل فرصة يثبت نفسه لو هو عايز يحترف. حسام دلوقتي هو اساس خط دفاع نادي الزمالك. ولو الزمالك متارجت ان حسام يطلع للاحتراف وان خلاص ما عندناش مشكله حسام يمشي اخر السنه، انا بقول لك ان الزمالك لازم من دلوقتي يبتدي يجهز بديل لحسام عبد المجيد. لازم في لعيبه البديل بتاعها لازم يبقى موجود. انت حسام عبد المجيد الموسم ده عامل الحقيقه موسم هايل مع نادي الزمالك. واي مدرب بيجي بيعتمد على حسام عبد المجيد بشكل اساسي وبيبقى موجود مع الزمالك بشكل اساسي. وسط ضغط الماتشات والظروف والمشاكل اللي الفريق فيها الفتره اللي فاتت، لا حسام موجود ومستواه ثابت، وتقدر تقول ان هو اللعيب اللي تقدر تعتمد عليه. اللعيب اللي تقدر تعتمد عليه. بالمناسبه حسام عبد المجيد في الراجل اللي حاطط لنفسه برنامج، يعني في مدرب خاص شغال معاه برنامج خاص الراجل ماشي عليه. يعني الفترة اللي فاتت كلها حياته كلها كورة، حياته كلها اللي انت تقدر تقول ان 24 ساعة في ال 24 ساعة. يعني هو حسام اخلص تدريب، اطور من نفسي، اجهز نفسي،
شايف نفسه ان انا لازم اما اطلع للاحتراف او اخد تجربه الاحتراف ابقى انا جاهز، مش فكره ان انا اطلع للاحتراف اقعد 6 شهور او سنه وارجع. فدي بصراحه بحب اللعيبه اللي من نوعيه العقليه دي جدا جدا، ان انت حاطط لنفسك بلان وتبتدي تجهز نفسك للبلان، وان انت ماشي على البلان دي على المدى البعيد، مش قصة ان انا ايه بلعب ماتش فتألق فابقى فرحان والقصة خلصت على كده. فهنشوف المفاوضات ما بين الزمالك وحسام عبد المجيد وملف التجديد هيحسم على ايه.